ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن واحدة من أقوى المنصات التي دخلت عالم الأنيميشن بقوة، نتفليكس. من الأنمي الياباني إلى الأعمال الغربية، نتفليكس قدمت لنا أعمال مذهلة جمعت بين القصص الرائعة والجودة الفنية العالية. معكم فاير، واليوم سنستعرض أفضل أعمال الأنيميشن التي صنعتها ووزعتها نتفليكس. جاهزين؟ خلونا نبدأ. قبل ما نبدأ، نحن لا ندعم منصة نتفليكس، إنها تدعم الكثير من الميولات المحرمة في ديننا مثل القزحية، وأيضا داعما للمحتل الصهيوني الذي يؤذي شعبنا العزيز في فلسطين وغزة. نحن لا ندعمها بشكل من الأشكال على ما تفعله. نحن فقط نقوم بالتحدث عن أعمال الأنيميشن التي قامت بها وشاهدها بعضنا وعجبته. أعتذر عن الإطالة، وهيا إلى الفيديو. أول عمل معنا هو آركي، العمل الذي خطف أنظار الجميع في 2021. هذا المسلسل مقتبس من لعبة League of Legends، لكنه ليس مجرد مسلسل لعشاق اللعبة، بل عمل فني بامتياز. الجرافيكس مذهلة، القصة مليئة بالدراما والصراعات العاطفية، وتقييمه على IMDb 9.0. هذا ليس شيئا بسيط، إذا لم تشاهدوه يجب أن تضيفوه إلى قائمة المشاهدة. ثاني عمل معنا هو بوجاك هورسمان. هذا المسلسل ليس مجرد كرتون عادي ويحكي عن حصان، لكن حياته مليئة بالتعقيد والاكتئاب والكوميديا السوداء. العمل يناقش مواضيع مثل الفشل والنجاح والصراعات النفسية بطريقة مبتكرة جدا. تقييمه 8.8 على IMDb. إذا كنت من محبي القصص العميقة التي تمجز بين الضحك والحزن، هذا مسلسل لك. العمل الثالث هو لمحبي الأكشن والخيال، كاستلفينيا، المقتبس من سلسلة ألعاب مشهورة تروي قصة الحرب بين البشر ومصاص الدماء. الأنيميشن هنا دموي ومليء بالإثارة، مع شخصيات قوية مثل ترايفور وألوغارد. تقييمه 8.3 على IMDb، وهو من الأعمال التي أثبت أن نتفليكس تعرف تقديم أنيميشن بجودة عالية. إذا كنت من محبي الأنمي الياباني فلازم تشوف Devilman Crybaby. أنمي هذا بعيد عن تقديم قصة كلاسيكية بطريقة عصرية. العمل مليء بالمشاعر والعنف والأسئلة الفلسفية عن الخير والشر. صحيح أنه ليس لكل الناس بسبب طبيعته العنيفة، لكن إذا كنت من عشاق القصص النفسية فهذا العمل لن يفوتك. ننتقل للعمل العائلي الدافئ، فيلم كلاوس. هذا الفيلم يحكي عن قصة أصل سانتا كلاوس، لكن بأسلوب فني مميز يمزج بين الرسوم التقليدية والتقنيات الحديثة. القصة مؤثرة جدا والرسوم خرافية. الفيلم حصل على تقييم 8.2 على IMDb، ترشح لجوائز عالمية. إن كنت تبحث عن عمل ممتع ومناسب لجميع أفراد العائلة فهذا الخيار رائع. وآخر عمل لدينا اليوم هو سايبربانك إيدج رانرز، المقتبس من لعبة سايبربانك 2077. العمل يقدم قصة مثيرة في عالم مستقبلي مليء بالفوضى والتكنولوجيا. أنيميشن مميز والقصة مشوقة لدرجة تجعلك لا تستطيع التوقف عن المشاهدة. تقييمه 8.3 على IMDb، وهو دليل على نجاح نتفليكس في إنتاج أنمي عالي الجودة. وهكذا نكون قد استعرضنا أفضل أعمال أنيميشن من نتفليكس. أكيد في أعمال ثانية رائعة، لكن هذه كانت اختياراتنا لأبرزها. لو عندكم أعمال مفضلة ما ذكرناها شاركونا في التعليقات. بالمناسبة، لكي تحصلوا على الأعمال الأنيميشن مجانية تماما، حملوا تطبيق HDO Box، تحتوي على أفلام ومسلسلات أنيميشن وأيضا لايف أكشن. هذه ليس إعلان مدفوع، بل هذه مجرد نصيحة مني. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا جديدة، ومشاركة المقطع مع أصدقائكم. شكرا على المتابعة، ونشوفكم في الفيديو القادم.